يروى أن ملكا كان له وزير، وكان الوزير مؤمنا بالقدر حق الإيمان، وكلما حصل شيء سواء كان حقيرا أم عظيما إلا قال إن كل شيء يقدره الله خير. فخرج معه ذات يوم في رحلة صيد بري، وعندما حان وقت الغداء تناول الملك تفاحة وأخذ يقطعها بالسكين، فانفلتت منه السكين على إصبعه فقطعته. فقال الوزير لعله خير، فرد الملك غاضبا: وأي خير في ذلك أيها الأحمق؟ ثم أمر به فأدخل السجن. فقال الوزير لعله خير. في اليوم التالي خرج الملك للصيد وحده دون الوزير، وظل يتبع أرنبا بريا حتى وقع في وسط قوم يعبدون الأصنام، وكان هذا اليوم هو يوم تقديم القرابين. فلما رأوا الملك قالوا هذا سمين يصلح قربانا، فأخذوه ليكون قربانا. ولما عرض على الكاهن قال لا يصلح قربانا لأن إصبعه مقطوعة، فتركوه، فانطلق مسرعا وقد نجا من شر ميتة. فكان أول شيء فعله أن أطلق وزيره من سجنه، وقال له لقد كان قطع إصبعي خيرا عظيما، فقد نجاني الله به من شر ميتة، ولكن أي خير في أني أسجنك؟ فقال الوزير خير والله، فلو كنت معك لأخذوني أنا قربانا.